هذا جود نايت لاعب فريق فالكونز للعبة موبايل ليجندز. جود نايت سافر للسعودية ليلعب بطولة موبايل ليجندز المؤهلة لكأس العالم، وفي أول يوم من البطولة بيجي خبر مؤسف بوفاة والده. هنا المتوقع من أي شخص هو طلب العودة إلى بلده الفلبين عشان يكون مع أسرته لهذه الظروف الصعبة، ولكن اللاعب كان عنده رأي ثاني. بقرر إنه يلعب البطولة عشان أبوه يكون فخور فيه ويحقق نجاح ليهديه لوالده المتوفي. بيطلب من لاعبين فريقه يبذلوا كل الجهد عشان يقدر يحقق هذا الشيء. فعلا تلتعب البطولة وجود نايت بقدم أداء قوي جدا، بيوصل فريقه للنهائي البطولة، وهيك رسميا فالكونز بيحصل على دعوة لكأس العالم وقدر يوصل للهدف اللي سافر عشانه. وفعلا قرار بقائه كان مؤثر وحقق المطلوب وأهدى التأهل لوالده عشان يعطينا درس بكيفية الصبر والتحمل وأهمية الرياضة الإلكترونية بالنسبة للاعبين، وإنها لا تقل أهمية عن أي شيء ممكن نسويه في حياتنا. راح ينلعب نهائي البطولة اليوم بين كل من الفالكونز وتويستد مايندز، وراح ننتظر مين